ما هو انا مش هينفع اجيبها لك خبط لزق كده على طول في وشك واقول لك لو عربيتك عطلت في اي وقت من الاوقات ما تقطرهاش بعربيه تانية، سواء عطلت في بلد عطلت على طريق سفر ما تبعتش العربيه تانية او ما تكلمش حد يجي لك يقطرك بعربيه تانية. ليه بقى؟ لانه الاجراء الصح في هذه الحاله انه عربيتك تتحمل على ونش وتروح لاقرب ورشه او اقرب مركز صيانه، ان شاء الله يا رب عايز تاخدها لاخر الدنيا براحتك خالص. لكن فكره ان انا اكلم حد يجي لي يقطرني بعربيته علشان اوفر 2000 ولا 3 ولا 4 ولا 5، لا. ليه لا؟ لانه الاجراء ده في نهايته، في نهايه ما هتوصل للمركز او للورشه وانت عربيتك مقطوره بعربيه تانية، عربيتك هتجيب فتيس. انتهينا على كده. طب انت عايز تفهم السبب ايه؟ انا هفهمك السبب ايه يا سيدي الفاضل. تخيل كده معايا ان انت دلوقتي على طريق سفر وعربيتك مثلا ولنفترض فيها مشكله في دوره الميه، فالموتور مش شغال، فحضرتك كلمت صاحبك او كلمت جارك علشان يجي لك بعربيته ويبدا انه يقطرك. اللي بيحصل كالتالي، احنا متفقين اهو ان الموتور مش شغال، مش هينفع يشتغل، مش هينفع انه يدور. طبعا احنا كل ده بنتكلم انه العربيه لو فيها فتيس اوتوماتيك، الفتيس المانيوال ملوش اي علاقه بكلامنا ده. فاللي بيحصل كالتالي انه اول ما العربيه بتاعت حضرتك اللي فيها المشكله بتبدا انها تتحرك، العجل بيبدا انه يدور. فاللي بيحصل بالظبط في الحاله دي، علشان تكون انت فاهم يعني ايه عربيتي ممكن تجيب فتيس لو اتقطرت بعربيه تانية، مجرد ما عربيتك بتبدا انها تتحرك، اللي هي العربيه اللي فيها المشكله، بتبدا الكاوتشات انها تتحرك. بس حركه الكاوتشات دي بتؤدي بالتبعيه انه الفتيس من جوه قلبه بيتحرك. ايه ده ازاي؟ ده انا ممور الفتيس، ده انا الفتيس على الان. ملهاش علاقه. ليه؟ لانه الفتيس دايما كونكتد او مرتبط دائما وابدا بحركه الكاوتشات، ولكنه مش مرتبط دائما وابدا بحركه المحرك. وده ليه؟ لانه في ما بين الموتور وما بين الفتيس في قطعه اسمها التورك كونفرتر او القربه بتاعه الفتيس. فالحركه بتاعه الفتيس زي ما قلت لك مرتبطه دائما وابدا بحركه الكاوتشات او بحركه العجل. فالعجل لما بيتحرك وحضرتك بتقطر العربيه، الفتيس من جوه شغال عمال بيلف، بس المشكله انه شغال وعمال بيلف على الناشف، بيسخن بيتاكل. ليه؟ لانه مفيش تزييت بيروح له. ما هي طلمبه الفتيس ما بتشتغلش، اللي هي الطلمبه بتاعت الزيت الداخليه، ما بتشتغلش الا لو كان المحرك شغال. فالمحرك يلف قربة الفتيس او التورك كونفرتر اللي انا لسه قايل لك عليها. فالتورك كونفرتر لما تلف تبدا انها تشغل طلمبه زيت الفتيس، فيبدا الفتيس يتزيت. طيب ده معناه ان انا لو قطرت العربيه والموتور كان شغال اوكي، لكن هقطر العربيه والموتور فيه مشكله، زي ما قلت لك مثلا دوره التبريد فيها مشكله فالموتور مش هينفع يشتغل، ما تقطرش عربيتك، لانك مع نهايه المشوار بنسبه 90% 95% العربيه هتجيب منك فتيس. وفي احسن الاحوال لو حتى وصلت الورشه او المركز وانت قاطر عربيتك وعملت الشغلانه بتاعتك وخلصتها و100 100 والفتيس زي الفل وما حصلش فيه مشكله، ممكن تلاقي نفسك بعد يومين 3 اسبوع حصل مشكله في الفتيس، حصل نتشات في الفتيس. ده بسبب ايه؟ بسبب ان انت لو رجعت كده فلاش باك، ده انا قطرت العربيه على الناشف، الفتيس اشتغل على الناشف. ويا ريت انه من فضلك اصلا طول ما عربيتك فيها فتيس اوتوماتيك والعربيه لا قدر الله عطلت، يا ريت ما تقطرهاش اصلا. ولانه الموضوع ده بيتفاقم اكتر واكتر كل ما مسافه القطر دي او مسافه انك تقطر عربيتك دي زادت. يعني مثلا اللي بيقطر عربيته كيلو او 2 كيلو غير اللي بيقطرها 10 كيلو غير اللي بيقطرها 70 80 كيلو. ده انا بشوف ناس ماشيه على الطريق بتتحرك من محافظه لمحافظه وهو قاطر عربيته. انت ازاي بتعمل ده؟ ازاي ما تعرفش المعلومه دي؟ بس على كده، سلام عليكم.